بعد نحو عام ونصف العام قضاها بعيدا عن الأهلي منذ استقالته من تدريب الفريق في 22 من شهر نوفمبر من عام 2010 عقب أول خسارة للفريق أمام الإسماعيلي في الجولة 11 للدوري المصري، عاد حسام البدري لتولي مهمته على رأس الجهاز الفني للقلعة الحمراء. البدري الذي دخل الأهلي في سن 10 كناشئ عام 70 ولعب للفريق الأول بداية من موسم 78-79 قبل أن ينهي مسيرته كلاعب مبكرة بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي عام 84. حقق 10 بطولات كلاعب مع الفريق الأول قبل أن يتجه للتدريب في قطاع الناشئين في نهاية الثمانينات. موسم 2001-2002 شهد بداية البدري مع الفريق الأول عندما تولى مهمة المدرب المساعد مع مانويل جوزيه ومختار قبل أن يتم تصعيده لمنصب المدرب العام مع الهولندي جوبو نوفرير والبرتغالي الآخر أنطونيو أوليفيرا موسمي 2002-2003 و2003-2004. ثم واصل هذه المهمة في فترة ولاية جوزيه الثانية التي بدأت في موسم 2004-2005 وحتى موسم 2008-2009 التي حصد فيها الفريق الكثير من البطولات والأرقام القياسية. ابن مدينة الغريبة الذي شغل كذلك منصب مدير الكرة بعد وفاة ثابت البطل عام 2004 تولى مهمة الرجل الأول في الفريق عقب رحيل جوزيه لتدريب منتخب أنغولا نهاية موسم 2008-2009. ورغم خسارة الفريق معه للقب السوبر لمصلحة حرس الحدود بداية هذا الموسم، إلا أنه قاد الفريق للفوز بلقب الدوري للمرة السادسة على التوالي بفارق 10 نقاط عن الزمالك، وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر قبل أن يخسر بفارق ركلات الترجيح أمام الحدود. أيضا بلغ الفريق معه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2010 أمام الترجي، وفقد الفريق بطاقة النهائي بفضل الهدف اليدوي الشهير لمهاجم فريق باب سويقة مايكل أنيرامو. كما بدأ موسمه الثاني على رأس القيادة الفنية للأهلي بالتتويج بكأس السوبر المصري ورد اعتباره أمام الفريق العسكري بعد أن فاز عليه بهدف لأبو تريكة. خلال الفترة التي قضاها بعيدا عن جنبات ناديه الذي قضى فيه أكثر من 40 عاما، نجح البدري في قيادة فريق المريخ السوداني للفوز بلقب الدوري السوداني في الموسم الماضي قبل أن يعود إلى مصر ويتولى قيادة فريق إنبي ويعيده إلى سابق تألقه خلال المباريات التي قاده خلالها في الدوري، حيث نجح الفريق معه في تحقيق 6 انتصارات خلال 7 مواجهات منها فوز ذهبي على الزمالك في الجولة 16. هل ينجح البدري في مهماته الجديدة؟ وهل تظل العلاقة فاترة بينه وبين بعض النجوم والجماهير؟ وهل يستطيع قيادة الفريق لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد إخفاقه في بلوغ المربع الذهبي في النسخة الماضية مع مدرب البرتغالي الكبير؟ كلها تساؤلات تطرح نفسها بشدة على عشاق نادي القرن، والأيام القادمة كفيلة بالإجابات عليها.